وأظنكم تعلمون يقينا أن هذا الصنف قد كثر، الصنف الذي يتباهى بالمعصية، الصنف الذي يردد المعصية والذنب. أنا عملت كذا وكذا، بطولة، رجولة، بطولة جوفاء ورجولة كذابة، فلا يستحي بعد ذلك لجرأته. اسمع لما أقول وانتبه له، لجرأته على الله بسبب فساد قلبه بسبب الذنب والمعصية. فمن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أنها تفسد القلوب وتقطع سير القلب للرب. يا والله لو تدبرت هذا لفزع قلبك. الذنوب تقطع سير القلب للرب، تقطع الذنوب سير القلب للرب. فأنت تسير إلى الله بالقلب لا بالبدن. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار الحبيب يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالعبد إذا انقطع قلبه عن ربه أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنابس الظلام. والقلب إن أشرق بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات والبركات والرحمات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، ومن فضل إلى فضل، حتى يسعد بالنظر إلى من تفضل عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى يتجرأ على الله في الخلوة ثم يجاهر بالمعصية. اسمع ماذا أقول: ثم يألف المعصية، يألفها، لا تؤثر الذنوب بعد ذلك في قلبي، لا يستحيي من الله ولا من الخلق أن يروه على المعصية. هو جالس على المقهى أو في الشارع أو في السوق الآن، وأمة محمد تصلي الجمعة وهو منذ أكثر من مئات الجمع لا يستحيي من ربه ولا يستحيي من الخلق ولا من نفسه. فالجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة وهو في السوق يبيع ويشتري، لا حياء من الله ولا من الخلق. ألف المعصية، صارت عادة قبيحة له. يسمع الأذان يؤذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لا يتحرك. ألف المعصية، لا يستحيي من ربه ولا من الخلق. وهذه تخرج عارية، كشفت عن صدرها وعن عوراتها ولا تستحيي من ربها ولا من الخلق. ألفت المعصية. وهذا يأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل الحرام ولا يستحيي من ربه ولا من الخلق. ألف المعصية. وهذا يشتم أمه ويسب أباه ويراه الناس من جيرانه ويعرف ذلك أصحابه ولا يستحيي من ربه ولا من الخلق. ألف المعصية. هذا يخشى عليه أن يختم على قلبه وأن يطبع على قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. إلف المعصية خذلان.
وخسران في الدنيا والآخرة. ضاع الحياء من هذا العبد، ضاع حياؤه من ربه. أولئك الذين ترونهم على المعاصي يكررونها ويفعلونها برتابة، هؤلاء ألف المعصية، فصارت المعصية بالنسبة إليهم عادة لا تجرح مشاعرهم. المؤمن والله الذي لا إله غيره لو نظر نظرة في الحرام بحيث لا يطلع عليه إلا الله، والله الذي لا إله غيره ينكس رأسه في الأرض بعدها خجلا وحياء من ربه. والله ينكس رأسه في الأرض خجلا وحياء من ربه، لأنه صاحب قلب حي يعرف جلال الله وعظمة الله. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصيت. واسمع هذه مني وأرجو أن تحفظها أيها الحبيب اللبيب. هذه السكتة الطويلة عن قصد مني لألفت أنظاركم جميعا لأقول ما سأقول. أقول: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. بالله لا تنساها. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اسمع للنبي ماذا قال، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. يعني ايه؟ يعني من عمل عملا يبتغي به السمعة لا يبتغي به وجه الله سيجعل الله نيته وسره علانية، وستسمع أنت بأذنيك ألسنة الخلق تردد الحق وتقول: فلان ده بتاع شهرة، ده بتاع سمعة، ده بتاع مركز، ده عاوز كرسي، ده بيدور على منصب، ده منافق، ده نصاب وكذاب. وآخر إذا ذكر اسمه ورؤي وجهه ذكر الملك. هذا ولي من أولياء الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. اعلم يقينا أن سريرتك إن كانت خيرا سيظهرها ربك، وإن كانت شرا سيظهرها ربك، فألسنة الخلق أقلام الحق. من سمع الله به، ومن يرائي الله به. فمن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة، وأكرمنا ولا تهنا. واعلم أن المعصية سبب لإهانتك بين يدي ربك ابتداء، ثم بين يدي الخلق. واعلم بأن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتمعوا. اعلم أن من أهانه الله لا يكرمه الخلق ولو اجتمعوا. قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن أهانني ربي بذنبي ومعصيتي فممن أنتظر الإكرام؟ تنتظر الإكرام من الخلق؟ أنت واهم يا من تنتظر أن يكرمك الخلق وقد أهانك الخالق. أنت واهم. ومن يهن الله فما
من أهانه الله بسبب ذنوبه ومعاصيه لن يكرمه الخلق ولو أجمعوا على إكرامه، بل سيهينك الله على يد طفلك، سيهينك الله على يد امرأتك، سيهينك الله على يد قوتك. أنت تخونك قوتك أحوج ما تكون إليها. تدبر مني كل لفظة اليوم ورب الكعبة. تخونك قوتك في لحظة تكون أحوج ما تكون إلى قوتك، تخونك لأن القلب فسد وضعفت إرادته وانقطع سيره عن ربه جل جلاله. فهذه القوة قوة البدن إنما هي ثمرة حتمية لقوة القلب وللطاعة الرب. اسمع لابن عباس يقول إن للحسنة ضياء في الوجه. بالله عليك يا أخي ما بتنظر إلى وجه رجل تقول له وجهك منير، وجهك منير، قد يكون أسمر اللون، قد يكون أسمر البشرة، ومع ذلك تقول له أرى في وجهك نورا. هذا الرجل يقينا كان شغال بالليل، كان في ذكر، كان في صلاة، كان في طاعة، كان في تسبيح، كان في بكاء، كان في تذلل، كان في تضرع، كان مصلي الفجر. لما ترى وجهك تقول له يا أخي وجهك منور. إيه ورب الكعبة أنت صادق، والله وجهه ينير نورا حقيقيا ببركة الطاعة وبفضل الطاعة. نعم. يقول ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اللهم لا تحرمنا من هذه كلها. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. طب يا مولانا ما فيه ناس برضو بيكرهوا الناس الصالحين. ده تأكيد للقاعدة. لا تنتظر من المنافق أن يحب المؤمن، لا تنتظر من المنافق أن يحب الطائع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فالمنافقون كرهوا رسول الله، وأهل الباطل كرهوا رسول الله، وهو أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وسيد الصالحين وإمام المرسلين. كرهه المنافقون. فلا تصادم ولا تعارض بين الآيات والأحاديث. اسمع للثانية. وإن للمعصية سوادا في الوجه. أقسم بالله العاصي لو رآه واحد من الصالحين لعرفه. والله لو نظر أهل البصائر لأهل المعاصي لعرفوهم. والله قد يقف رجل من الصالحين وينظر إلى وجه أخيه أو إلى وجه ولده أو إلى وجه ابنه أو إلى أخي من يقول له أخي تب إلى الله، أنت على معصية. هؤلاء أهل البصيرة. إن للمعصية سوادا في الوجه. قد يتصور البعض أن السواد سيصبح سوادا حقيقيا، يعني الأبيض يبقى أسود، وقد يقع، والله قد يقع ولا أستبعد ذلك. لكن في على البشرة غضب، على الوجه غبرة، على الوجه قترة. تنظر إلى وجه المعاصي له سحنة معينة. وجه الزاني مثلا، وجه شارب الخمر أعوذ بالله عليه غضب، عليه سحنة معينة يعرف بها أهل البصيرة أولئك من أهل الذنوب. عصمني الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. إن للمعصية سوادا في الوجه. اسمع. وظلمة في القلب. قلب مظلم بسبب المعاصي. تقول له قال الله، ما تقول يا عم للصبح. قال الرسول، قل له الصبح، ما فيش فايدة. لن يتأثر القلب لا بآية ولا بحديث. خلاص. ليه؟ لأن القلب مظلم.